السلام عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله النهارده عملنا البصاره من ايد الحاجه ام عصام جدتنا كلنا. عملت لنا كده البصاره بالفول اللي هو المدشش بالشكل ده، بالتقليه كده خطيره بسر التقليه بتاعتها كده، وطبق بدنجان مدحرج كده من ايديها، وطبق خضار قته وخيار بالشكل ده، وطماطم مخلله، واللي يحب بقى طبعا جرجير، اللي يحب بصل اخضر او متقطع كده براحته خالص، وبطاطس محمره. وان شاء الله تعملوها كده وتتهنوا بيها. ويلا ندخل مع بعض المطبخ نجهزها. هتاكلينا ايه النهارده يا حاجه ام عصام؟ انا هاكلك بصارة. بصاره. طيب بطريقه بقى ايه؟ بطريقة بتاع زمان بقى، م- بصارة البلدي. بصاره البلدي بتاعت زمان. اه. ماشي يا امي، يلا اعملي بقى كده، وري الحبايب كده انت ادي هتعملي الاول ايه. هنغسل الفول ونظبطه اه. ونروح حاطينه في اه. الحلة بالمية. اول حاجه بتقول نغسل المية الفول كويس جدا. تغلي. اه اتكلمي بقى انت المية كده. تغلي ونروح حاطين الفول. اه. ونيجي بعد الفول نحط قرن شطة اخضر، قرنين فلفل، طماطميتين، اه. بصلتين. بصلتين، قرنين فلفل اخضر، اه. وقرن شطه سبايسي، وطماطمتين متقطعين، وبصلتين متقطعين، تحطهم كل ده على النار. على الفول. على الفول، على الميه تغلي، والميه بتغلي كده. وحتة ومعلقه توم، توم. توم مهروس بالشكل ده. زي وبعد كده. كده بعد كده اما يستوي هنروح عاملينه في الخلاط وحاطينه الخضرة ومقليه. يعني هنغطي عليه الوقت لحد ما هنغطي يستوي. عليه الوقت لغايه ما يستوي. بنغطي الغطا كامل ولا نخليه موارب شويه لا، بقى؟ كامل كده. بالشكل ده كده. ما يستوي خالص خالص وتلاقيه نشي. اه. تروح انت بقى شايله مبرداه وضرباه في اه. الخلاط كلمي بقى ومقلياه. الحبايب بقى كده، قولي. قال لهم بقى قولي لهم بقى البصاره ديت اكله ايه ولا الاكله فلاحي، جنبها البرنجان المدجلج، جنبها السلطه، بصل، كل اه. حاجه عاوزه تاكليها، اكله شعبيه ماشي يا حاج. تفتح النفس. ان شاء الله ان تسلم شاء ايديك الله. مقدما، تعمليها كده ونوريها للحبايب بامر الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استنى بقى طماطميه كمان حطيها. كده يا حبايبي بدات تغلي بالشكل ده. بنوري بالغطا بقى عشان هي تبدا تفور مننا. يعني بنحط الغطا بالشكل ده كده، ما بنقفلوش محكم عشان بيبدا الفول لما بيغلي بيفور. احنا كده سوينا الفول اهو، وهنسيبه يبرد وبعدين نعمله في الخلاط. اما يبرد ينضرب في الخلاط هو والخضره. بامر الله تعالى. بأمر الله. هنبدا كده يا حبايب قلبي، هنضربها بالهاند بلندر، او اللي ما عندوش يسيبها تبرد تماما ونضربها في الخلاط. ضربنا كده يا حبايب قلبي، وبعدين هنضيف الخضره، والخضره ديت متفرزه. طبعا الخضره الايام دي غاليه، لما كنا بنقول احنا عاملين الفيديو بتاع تفريزات الخضار بالشكل ده، وهنضربها معاه عشان في الاول لو حطيناها تستوي بتصفر ولونها بيروح، انما دلوقتي بتفضل بلونها وريحتها وطعمها الاخضر. دي طريقه الحاجه ام عصام جدتنا كلنا. قولي لهم يا حاجه بقى انت بصوتك كده على الخضره. احنا عملنا سوينا الحاجه، الفول. الفول والبصله والفلفل والطماطمايه والتوميه، ورجعنا بقى نضربها اهوت. هنحط الخضار نضربه دلوقتي. ماشي. الحاجه كده خرطت البصل على ايديها، وحطت فيها شويه زيت ذره. وهنا البصاره بعد ما ضربتها على النار، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ضربتها في الخلاط او بالهاند بلندر حسب المتاح عندكم. لو في الخلاط اهم حاجه نسيبها تبرد، وحطيناها على النار تغلي على ما البصله هنا معانا تصفر معانا، تاخد اللون الذهبي الحلو كده. وهنشوف الحاجه هتضيف عليها ايه ان شاء الله. الحاجه حطت هنا ربع كده خفيف الطرف كده فلفل اسمر، وشويه برده كزبره ناشفه، نص معلقه كده كزبره ناشفه، ونص معلقه كمون بالشكل ده يا حبايبي. هنسيبهم بقى كده يغلوا مع بعض كويس لحد ما البصله تتقلى معانا. كزبره ناشفه. زعق عشان الناس تسمعك يا حاج. على التقليه معلقه كزبره ناشفه. الحاجه حطت كده على تقليه البصله معلقه كزبره ناشفه ونص معلقه كمون. ونص معلقه كمون بالشكل ده، ما تبقاش مره، عشان ما تبقى لما نكترش الكمون عشان ما يمررش فيه. وهنا البصاره بتغلي على العين اللي وراها اهو بالشكل ده. لما كده تاخد هنطش بقى التقليه. الحاجه كده هتطش التقليه لما تاخد الدرجه الذهبي الجميله دي كده بالشكل ده، رفعها بس لسه النار مولعه، وبتقلب باستمرار اهيت عشان البصله ما تغمقش زياده عن اللزوم وتمرر معانا. هحط بقى الغطا الحلي. غطا يا بط. الحاجه حطت التقليه هنا كده بالشكل ده،
وسابت شويه من غير الزيت. وريه لهم يا حاجه كده اللي في الطاسه. عشان ده نسوق لتزيين الوش بالشكل ده. احنا عملنا بقى طبق البصارة، عملنا طبق البصارة، وعملنا البرنجان المدحرج، وعملنا الطماطم المشقاه. اللي عاوز ياكل بقى ببصل اخضر ياكل بخيار اخضر موجود وقته. الحاجه كده بتقول لكم ان هي كده عملت فرغت البصاره وحطت عليها البصل اللي هو المقلي معانا بالكزبره كده التقليه بتاعته، وطبق باذنجان كمان كده تسلم ايديها يا رب، وطبق طماطم مخلله بالشكل ده، وطبق قته وخيار. واللي عاوز ياكل بصل برضو يقطع، او بصل اخضر براحتكم خالص، جرجير، بطاطس محمره اللي تحبوه بقى كده بالشكل ده يا حبايبي. والف هنا وشفا. والف هنا وشفا على قلوبكم مقدما. لو كانت الوصفه دي عجبتكم كده واستفدتوا منه من الحاجه ام عصام جدتنا كلنا، ولو معلومه يا ريت اللي ما اشتركش في القناه اول مره يشوفنا يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس ويعمل ايه يا حاجه؟ اللايك. اهي الحاجه بتقول لكم اهو يعملوا ايه؟ اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.